وصفة النهاردة جديدة ومختلفة، تشيلي جوبي من الأكلات الهندية اللي ممكن أجمل أكلة ممكن تاكلوها في حياتكم، وأول مرة هتلاقوها على السوشيال ميديا. ولو أول مرة تشوفوني أنا اسمي هدير. يلا بينا نبدأ. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. نص كوباية من الدقيق ونص كوباية من النشا، معلقة من الثوم المبشور الناعم والجنزبيل الفريش المبشور ناعم. الصوص اللي باين عندكم في الوصفة هنا ظهر على الشاشة دي البودر اللي احنا هنستعملها، وحطينا ملح. ممكن تستعملوا كمان الصوصات اللي ظهرت، بس هنا هتبقى يعني حراقة جدا، حامية قوي. انا هنا بدأت اخفف بمية ووصلنا للقوام ده. قطعنا بقى الارنبيط بتاعنا وهنسلقه لمدة 10 دقايق. معلقة بقى كبيرة توم وجنزبيل وفلفل حار. هنا انا عامله كميه كبيره فالبصل كتير، قطعت حوالي 5 بصلات مكعبات، وكذلك الفلفل. بعد بقى الكرنبيط بتاعنا ما خلاص اتسلق هننزله على الصوص ونقلب بايدينا كده مش بالمعلقه، علشان انا عايزاه يتغلف بالشكل الجميل ده. على نار بقى متوسطه هنضيف الزيت بتاعنا، لازم يكون زيت كتير وعميق. هننزل بقى بالكرنبيط بتاعنا وهنسيبه في الزيت. او ما يبتدي بقى ياخد اللون الحلو ده، تعالوا بقى نعمل باقي الوصفة. شوية زيت وهننزل بالثوم والجنزبيل وكمان البصل والفلفل الاخضر، هنشوحهم كلهم مع بعض كويس جدا. انا هنا الصوصات اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو انا ما حبيتش ان انا اضيفها لان هي هتكون سبايسي قوي، وانا ما بحبش الحاجات اللي سبايسي، فضفت هنا معجون من الطماطم معاه معجون كمان من الفلفل الحار، معلقة صغيرة، ونص كوباية من الصويا صوص، وقلبتهم كويس جدا. ونص كوبايه من الميه متدوب فيها معلقه كبيره من النشا، علشان دي اللي هتظبط لنا القوام بالشكل ده. طبعا انا هنا عامله كميه كبيره وما نسيتش احط في الاخر معلقه كبيره من العسل، هتغير الدنيا دي كلها في حته تانية. شايفين الكرنبيط بتاعنا بقى فظيع؟ سامعين الصوت؟ رهيب. بعد كده بقى هنضيفه للوصفة اللي احنا عملناها وهنقلب كويس جدا. هنا ممكن نقدمه جنب مكرونة، حابين تاكلوه مع رز تاكلوه بالعيش. انا حبيت ان انا اكله بالعيش وحطيت شوية سمسم على الوش. ودي كانت نهاية وصفتنا. لو عجبكم الفيديو طبعا ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. تشيلي جوبي وصفة جديدة واول مرة هتشوفوها على السوشيال ميديا. باي باي.